السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح نسخة سناب شات بأموجي الآيفون في الشات والمحادثات، وكمان في الستوري. أموجي آيفون في كل حاجة. تمام. فطبعا قبل ما نشوف النسخة ونشوف ازاي تنزلها، فلو انت اول مرة تتفرج على القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك. في الاول كده اهم حاجة في الفيديو ده انك تركز على تثبيت النسخة، عشان في ناس كتير بتقولي ان النسخة بتقولي تسجيل الدخول فيه مشاكل وكده. تمام. فتسجيل الدخول مفهوش اي مشاكل. تمام. ولكن انا النهارده جايب لكم نسختين بدل نسختين. النسختين اخر اصدار وبإيموجي الايفون شغالين الاتنين، جربتهم وهجربهم معاكم في الفيديو، ولكن انتوا بتعملوا حاجات غلط. تمام. فركزوا في الفيديو علشان نشوف ايه الصح. في الاول كده انتوا هتنزلوا النسختين. طبعا انت نزل نسخة، في نسخة باللغة العربية ونسخة باللغة الانجليزية، تمام، او الاسبانية. ليه انا سايب لكم نسختين؟ في مشكلة موجودة دلوقتي بسبب ضغط النسخ. انا دلوقتي النسخة نزلتها دخل عليها 12,000 واحد، فاكيد في مشكله في تسجيل الدخول بسبب الضغط. تمام. فانا لو انت النسخه الاولى ما اشتغلت، طبعا انت اي حد هيشتغل مع النسختين في الاول. تمام. ولكن بعد شهر ولا اسبوعين ولا كده بسبب الضغط هتلاقي النسخه الاولى مش راضيه تشتغل، او النسخه التانية مش راضيه تشتغل، على حسب النسخه اللي الناس دخلوا فيها اكتر. فانا سبت لكم نسختين عشان كده. تمام. فهتثبت النسخه اللي تعجبك طبعا. وبعد ما تثبت النسخه يلا بقى نشوف النسخة. في الاول كده انا هعمل مسح بيانات للنسخة علشان اسجل فيها قدامكم، علشان الناس اللي بتقول في مشاكل في تسجيل الدخول. تمام. زي ما انتم شايفين دخلت في النسخة، اقول له تسجيل دخول. دي النسخة اللي باللغة العربية. سجل عادي اهو، مفيش اي تعب اهو. هيسجل معايا مفيش اي. تمام. بعد ما يسجل نخش بقى في الشات. لو دخلنا على اي حد، تمام اهو. طبعا انا لغيت ايموجي الايفون من تليفوني علشان اعمل لكم الشرح ده. زي ما انتم شايفين مفيش ايموجي ايفون، كله ايموجي اندرويد. نكتب زي ما انتم شايفين ايموجي ايفون. طبعا الطريقه دي، نسخه السناب دي، طبعا تنفع للناس اللي اشتغلت عندهم الايموجي ايفون ولكن مش شغال في السناب، وانا نزلت الحاجات دي عشان كده. تمام. زي ما انتم شايفين ده اول حاجه. تعالى بقى نخش الستوري. نختار اي صورة. تعال نختار صورة زي دي، ندوس تعديل على الصورة، تعديل. تمام. لو عايزين نكتب نص، تمام. زي ما انتم شايفين انتوا طبعا كنتوا عايزين طبعا خطوط، وانا حطيت لكم خطوط، ولكن خط الايموجي الايفون، يعني الخط الايموجي مش موجود خالص. يعني خط الايفون مش موجود خالص، يعني هو صعب يتحط اصلا يعني. ولكن انا النسخ الجايه هحاول احطه لكم، ولكن الخطوط دي جميله جدا عجبتني، قلت احطها لكم. وهي قريبه جدا من الايفون. خط الرقعه ده هو الايفون، يعني بص قريب جدا من الايفون. تمام. تمام. فيلا بقى نشوف الايموجي. زي ما انتم شايفين هفتح الكيبورد مفيش ايموجي ايفون. تمام. هكتب زي ما انتم شايفين ايموجي ايفون. تمام اهو كلاسيك نص. تمام. كل الخطوط هتعجبك. تمام. كلهم جمال. بعد ما عملناهم كده، تخيل احنا عملناهم ثانية. تعالى بقى نكتب نص كده، نجرب الخطوط. نكتب اي حاجة. تعال نجرب الخطوط. زي ما انتم شايفين خط الفرعي حلو، خط المتوهج، خط الرقعة. خط الرقعة ده هو اقرب خط للايفون يعني. تمام. هو خط الرقعة. خط الالوان، خط وشيء، هو خط الرقعة هو اقرب خط للايفون.
تمام. طبعا النسخة فيها ميزات تاني، ولكن انا مش عايز اكبر الموضوع. فكده نبقى خلصنا الفيديو. ارجو ان الفيديو يكون عجبكم، لو ما تنساش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.